عليكم اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في القناه ديالي شهوات مريم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطورطه بارده. لهاد لاطاغط هادي غادي نحتاجو هنايا. انا خديت باكيه كبيره ديال هينريس، فرتتها غير بيد المهراس، درتها هكا وبقيت كنفرتت فيها حتى حصلت على هاد الخليط هذا. هنايا دوبت معلقه كبيره ديال الزبده باش نجمع هاد الخليط هذا. هذه الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال النشا، و3 المعالق كبار ديال سنيده، وفانيلا يعني حك ديال خنيشه وحده ديال لافاني. بالنسبه للطبقه الثالثه والاخيره عصرت 2 كيسان ديال البرتقال وصفيتهم. هنايا غادي نحتاج 2 ديال الفلان، هادو راه رخاص كيتباعوا عند مول الحانوت. وغادي نحتاج 3 المعالق كبار ديال السنيده. غادي نبدا دابا اخواتي بالطبقه الاولى. غادي ناخذ هاد المعلقه هذه ديال الزبده اللي دوبت، وغادي نخلطها مع هاد الخليط هذا حتى يتجمعوا ليا اخواتي. ثم اخواتي من بعد ما خلطت هذا الخليط ديالي بالزبده، بالنسبه اللي ما كفاتوش معلقه كبيره يبقى يزيد حتى يشوفها يعني الكميه اللي بغا، زعما نجمعات له هذا صافي. ودابا كنبدا نبسط فيها في المول ديالي. هاد لي مول هادو اللي القاعده ديالهم كتحرك، كنبدا نبسط بها يا بيدي يا بمعلقه يا بكاس، كنقلبوه نبداو نتكيو به على هذا الشكل هذا. من بعد ما بسطت اخواتي البسكوي ديالي، دابا غادي ندخلها للفران يعني من 7 دقائق حتى ل 10 دقائق في الفران. اخواتي غادي ندوز للطبقه الثانيه. بالنسبه لهاد الطبقه الثانيه غادي ناخذ نص لتر ديال الحليب، غادي ناخذ كاسرونه نخويه في كاسرونه، غادي ناخذ هاد لافاني هادي نخلطها مع هاد السكر هذا، نصب يعني كلشي في الحليب. ناخذ هاد 3 المعالق كبار ديال النشا حتى هما كلشي يعني نخلطوه يعني هنايا قبل ما نحطوه فوق النار. نخلطوا هادشي هذا هكايا باش ما يتكورش لنا داك النشا، نخلطوه زعما في البارد عاد باش نشعلو عليه النار. دابا اخواتي كنشعل عليه النار، تكون نار مهيله ومع التحراك، يعني ما كنحبش من التحراك. شعل عليه النار وكنحرك حتى كيعقد لينا، يعني كنبقى بهذا الشكل غادا حتى كيعقد. هانتوما اخواتي ملي بدات يعني كتقل ليا شويه، فانا ما كنحبش من التحراك، كنبقى نحرك حتى كتقل لي مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا اخواتي كنبقى نحرك، ما كنحبش من التحراك حتى كنحصل يعني على ديك يعني هاد الخليط هذا كيعقد ليا مزيان. هانتوما اخواتي من بعد ما عقد لي هذا الخليط ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، كنخليوه حتى كيبرد شي شويه، عاد فاش كنكبوه فوق الخليط اللي عندنا. بالنسبه لي انا مزروبه، غادي نخويه يعني شحال قبل ما يبرد. كنخويوه اخواتي كله بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبسكوي خليته انا 10 دقائق، مده 10 دقائق في الفران حتى تقرمل شويه. عاد فاش طفيت عليه الفران صافي كنبقى كنقاد فيه اخواتي من الجناب، وكندخلو للثلاجه يبرد شويه. كنقادوه من الجناب مزيان وكندخلو للثلاجه يبرد لينا، وغادي ندوزو من بعد للطبقه الثالثه. دابا اخواتي غادي ندوزو للطبقه الثالثه والاخيره. لهاد الطبقه كيف ما قلت غادي نحتاجو 2 كيسان ديال العصير ديال الليمون اللي صفيناهم.
هانتوما تشوفوا معايا. وغادي ناخذ دابا الفلان، غادي نضيف عليه سكر سنيده، غادي نحركهم شويه مع بعضياتهم. يمكن نحركهم هكايا بجوج وكنضيفهم على الخليط اللي عندي صافي. وكنحرك اخواتي هكايا، وغادي نشعل عليه النار حتى هويا نطيبو بحال شكل الفلان. هانتوما اخواتي من بعد ما شعلت على الليمون والفلان كنطيبو عادي بحال شكل الفلان. بديتي؟ لا لا بادية. بعد ما اخواتي ما طيبت الفلان ديالي مع الليمون، فغادي نصبو فوق هاد لاطاغط هادي ديالي. كنبقى نصب فيه اخواتي غير بشويه، نعمر الجناب، نعمر على هذا الشكل هذا. وغادي ندخلها دابا اخواتي عفوا الثلاجه حتى تبرد لينا مزيان وتشد في راسها عاد فاش نخرجوها. طبت اخواتي عفوا بعد ما بردات اخواتي الطورطه البارده ديالنا، فهي كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا معايا كي كتجي من الداخل الطبقات ديالها كيفاش كيجيو زوينين وباينين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هاد لاطاغط هذه ديال اليوم، لان كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه. هانتوما تشوفوا معايا الطريف اللي قطعت، زينتها شويه من الفوق بشويه ديال البسكوي وقشور الليمون. كنتمنى اخواتي ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى انكم تابوناو في لاشين ديالي وديروا جيم الفيديو ديالي. والى اللقاء اخواتي.